سوري نفسه إلى قوات الأمن العراقية أمام أحد مساجد العاصمة منذ أيام. اتضحت فيما بعد أن تنظيم داعش أرسله لتنفيذ عملية انتحارية. في السابع من الشهر الحالي كان الطفل السوري أسيد برهو يلبس حزاما ناسفا أمام مسجد شيعي في بغداد. لم يمض وقت طويل حتى اتجه إلى قوات الأمن وسلم نفسه ليستطيع الهرب من قبضة مجندي تنظيم داعش. الطفل السوري ذو 14 من عمره كان يحب كرة القدم ومشاهدة الأفلام، كما يعشق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ويحلم أن يصبح طبيبا بحسب معلومات نشرتها عنه صحيفة نيويورك تايمز. لكن عندما سيطر تنظيم متطرف على مدينته منبج شمال حلب أجبر على الالتحاق بمعسكر التدريب والعمل في صفوفه ثم تنفيذ عملية انتحارية. الطفل يظهر هنا بعد اعتقاله من قوات الأمن في فيديو بثته قناة العراقية. هاي بها يامان وهذا صاعق الرمانة مربوط وياهن. كل واحدة لحالها مربوط وياهن. اوكي، انزع اللي مالتك القميص. نزعت القميص هنا. يعتقد أن التنظيم يجند ما بين 200 و300 طفل في صفوفه شهريا، كيف لا وهو يجبر ذويهم على إرسالهم إلى معسكرات التدريب التابعة له كما حصل مع سيد. المقاتلون الأطفال يشملون أيضا أبناء المقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا. يظهر في هذا الفيديو الذي يعتقد أنه صور في الرقة مجموعة من الأطفال في مخيم التدريب لا يتكلمون العربية، وعرف أحد الأطفال عن نفسه بأنه من كازاخستان. يتم تدريب هؤلاء الصغار ليس فقط على فنون القتال واستخدام السلاح، لا بل على إعداد المفخخات والمتفجرات والتدريب على عمليات انتحارية، وهذا ما تؤكده أيضا تقارير الأمم المتحدة. مريم شحادة، الحدث.